انت عارف بنتك محتاجة منك ايه؟ ممكن تكون محتاجة منك السند والدعم والحنية والحضن، مش محتاجة منك انك تصدر عليها احكام وقوانين. وخلينا نتفق مع بعض ان في ساعات الاولاد بيعملوا حاجات ما هياش مناسبة ومش صح وغلط. لو ما بنتش ارضية الحنية والاحتضان والتفهم، عمري ما هعرف اقوم افعالها. ولو اعتمدت فقط على اللوم والعتاب والحكم واصدار الاحكام عليهم، عمرهم ما هيحسوا بان انا ابوهم بحبهم. لازم في توازن ما بين انا بدي دعم وفي نفس الوقت بدي جايدنس، توجيه، لكن انا ما بحكمش. الاب اللي طول الوقت بيحكم على اولاده بينفضوا له، ما بيسمعوهوش، بيكونوا شعور عدائي ناحيته. بنتك محتاجه انك تبقى متفهمها، محتاجه ان انت تحتضنها، تحتضن افكارها، مش عايزه اقول لك وازعلك، تحتضن شطحاتها عشان تقدر تقومها. لكن لو هتلعب دور القاضي اللي بيدرس القضيه ويحكم عليها، انت هتخسرها وهتعمل اوحش مما يخطر على بالك دلوقتي او بعدين. فعلى ايه؟ نتفهمهم ونسمعهم ونديهم مجال انهم يعبروا عن افكارهم، عشان ده قوه لينا ان احنا نقدر نقومهم.